فاصل ولسه مكملين حوارنا مع المستشارة التربوية دكتورة علا الأنصاري، والشباب اللي معانا النهارده فريدة وسما وعمر منورينا في أهلا بالستات. بنكمل معاكم حوارنا، وعايزة أكلمك عن نقطة شائكة شوية يا دكتور، هي فكرة المشاعر والحب اللي بتبدأ تظهر في آخر مراحل المراهقة كده عند الولاد. طبعا كلهم مبتسمين وبيضحكوا، ليهم حق طبعا، ولكن هنا الأم والأب يتعاملوا إزاي لما يحسوا الابن أو البنت بدأت تتحرك مشاعرها ناحية حد؟ يعني احنا قلنا في الأساس إنه لازم يبقى في حوار، وقلنا في الأساس إن لازم الأم تبقى قريبة من البنت وكمان تبقى قريبة من الولد، ولكن خلينا نقول إن الولد بيبقى أكتر قريب من باباه. أنا أسمع وأتقبل وأوجه، لأنه أنا لو منعت المنع الكامل ممنوع مرغوب جدا، أنا وديتها مشكلة خلاص حتة تانية. فأنا هسمع وهتقبل وهبقى جايد، هرشد من بعيد، وهعرف العواقب المش كويسة نتيجة انه ده لو ده حصل، او لو انه دخلنا في علاقة والعلاقة دي ما كانتش مظبوطة، ايه اللي ممكن يحصل. مش كل الامهات بتقدر تتقبل فكرة احنا نستسهل، يعني الام ممكن تسمع وتتقبل، لكن الاب ما يقدرش يتقبل. الاب مع الولد ممكن يتقبل، مع البنت لا. ما انا عشان كده بقول انه العلاقة بين الام وبنتها والعلاقة بين الاب وابنه